ألف ألف مبروك الجمهور العميد، الفوز الشوط الأول 2-1، وإن شاء الله إنهم يجيبون أهداف ويفوز الاتحاد نتيجة كبيرة والتأهل إلى دور الثمانية، وبالتوفيق للعميد. والآن مع الاستديو التحليلي اسمعوا وش يقولون. أكثر من فرصة كان ممكن تكون فرص أهداف الاتحاد توجها بالهدف الثاني، كان جري في المساحة سببها انه عبد الله دائما هو منشغل بحسام عوار. بعد كذا تلاحظ ان موسى ديابي او روجر فرنانديز او غيرهم يلاقون مساحات كبيره للانطلاق. يا سلام، هدف عالمي. واحدة من العبارات هذا اليوم خيبري مع عوار تترك مساحات كبيره جدا، هو اللاعب الوحيد اللي يغطيها في غياب بروزوفيتش، فبالتالي مساحات اللي على الاطراف تستغلها الاتحاد بشكل جيد. كابتن طارق، يمكن تكون هذه المواجهه من اكثر المواجهات اللي فيها مساحات كبيره وفيها مرتدات كثيره، لكن في لاعب كان هاجس بالنسبه للمصراويين، حسام عوار. صحيح. تحركات هذا الرجل كانه عنده شيء في داخله يبغى يظهره ويثبته في هذه المباراه. اليوم لعب السنه لعب بدون كره في دار المدافعين، سواء الجهه اليمنى والجهه اليسرى، اكثر لاعب خرج على الاطراف. المفروض هو اللي يتبعه. نشوفوا فابينو اليوم مع جواو فيليكس ما شاهدش 45 دقيقه االاولى، لهذا تكتيكيا وبدنيا الاتحاد عنده امكانيه باش يكمل الشوط الثاني بالطريقه هذه. الحكم الله يعينه، يعني نحس ان الحكم ماهوش صارف، لان كثير من الكرات الصفراء وممكن في الشوط الثاني تحمر. واعتقد ان دور المدافعين في الشوط الثاني هذا شوط كونسيسار، لانه اللي شاهدناه اليوم هو كونسيسار، شوط كونسيسار. خليني اسالك كابتن نواف، فيما يخص وسط الاتحاد، وسط الاتحاد تشعر انه وسط منظم مرتب الى لحظه ما ينكسر كل شيء، ليه؟ النجاح فيها في اللعب خلف الكرة. كانتي عويز اليوم ايمن بشكل الناشري لاعب قوي في الالتحامات البدنيه. وش يحتاج النصر؟ السرعه في الاداء. يحتاج بروزوفيتش لتغيير مجرى اللعب من اليمين لليسار وايجاد المساحات والفراغات في الشوط الثاني. طيب على سريع ابو اجابات، يرجع النصر في الشوط الثاني؟ يرجع اعتقد ممكن في انه يلجا لهارون كامارا ويلعب عرضيات اكثر داخل البوكس. كابتن طارق، الاتحاد قادر ان يضاعف او يحافظ على الاقل؟ اذا ما يتراجعش بدنيا الاتحاد عنده امكانيه يضاعف اهداف اخرى، لانه لقى الحل في خطه التسلل في عديد المناسبات، ويلعب بقوه واندفاع بدني كبير. وشراسه اللي ما شاهدناش في المباريات الاخيره الاتحاد ضد الهلال وبدون اخطاء، لم يرتكب اخطاء حتى المدافعين. وانا بالنسبه لي انا جواو فيليكس وماني واللاعب كومان اسوء مباراه لهم منذ بدايه الموسم، لان الاتحاد كان حاضر وجاهز، ولهذا اللياقه البدنيه ستلعب دور كبير. والحكم في الاوراق الصفراء والحمراء، يعني ستحمر في الشوط الثاني اعتقد، والحكم مش ناخذ المباراه بقوه.